الراجل ده عمل واحدة من أغرب التجارب اللي بسببها بقيت بترعب من الدكاترة النفسيين. بدأ إنه راح ل6 دكاترة نفسيين مشهورين وقال لهم بالظبط نفس الأعراض والحاجات اللي هو حاسسها. الغريب بقى إن كل دكتور منهم شخصه بحاجة مختلفة، ومش بس كده، ده كتب له كمية أدوية وحاجات ياخدها ADHD، على اكتئاب، على بايبولر ديس اوردر. والمشكلة بقى بالنسبة لي إن هو ثبت الشخصية والأعراض، ومع ذلك التشخيص والأدوية اللي جوله من الدكاترة كانوا مختلفين تماما. فاللي بحاول اوصله واللي شفته من تجارب شخصيه لناس اعرفهم، الدكاتره النفسيين زي ما بيكونوا مهمين ومفيدين جدا في حالات التروماز او لو حد فعلا عنده مشاكل كبيره، اعرف ناس برضو اتبهدلوا بسببهم وبسبب الادويه اللي بيكتبوها لهم. فخدوا بالكم لما تروحوا لحد، روحوا لحد موثوق فيه، وناس كتيره طلعوا من عنده احسن من الاول. وفي نفس الوقت بقى انا هخلي الكومنتس هنا مفتوحه، لو اي حد عنده تجارب في الموضوع ده سواء ايجابيه او سلبيه، او يعرف حد مر بتجارب وحكاها له، فاكتبوها تحت في الكومنتس وخلونا نقرا ونشوف الاغلبيه رأيهم ايه.